في ليلة مظلمة وقف رجل واحد في وجه طغيان فرعون، خايف لكنه ما تراجعش. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. تخيلوا المشهد، سحرة فرعون يرموا حبالهم وعصيهم، فتصور الجميع إنها ثعابين حقيقية تزحف. سيدنا موسى عليه السلام حاسس بقلق يخترق أعماقه. رجل واحد في مواجهة نظام طاغوت كامل، لكن الفارق اللي غير المعادلة لا صرخ ولا هرب ولا تجمد، اتحرك وهو خايف. القصة مش بس عن معجزة العصا، لكن عن معجزة الإيمان اللي اتحرك رغم الخوف. القرآن بيقول لنا الخوف مش عيب، لكن تجمدك هو العيب. الشجاعة مش إنك ما تخافش، الشجاعة إنك تتقدم حتى لو قلبك خايف. ليه احنا محتاجين الدرس ده النهاردة؟ عشان احنا عايشين في زمن الشاب بيخاف من الفشل فيقف مكانه ويسيب حلمه، البنت بتخاف من كلام الناس فتتنازل عن طموحها، الداعية بيخاف من انتقادات الناس فيسكت عن الحق. والقرآن بينادي بأعلى صوت: ما تستناش خوفك يروح، اتحرك دلوقتي. فازاي تتحول من خايف لشجاع زي سيدنا موسى عليه السلام؟ رقم 1: اعترف بخوفك. سيدنا موسى ما أنكرش خوفه، ربنا ذكره في القرآن. رقم 2: غير كلامك مع نفسك، بدل ما تقول أنا ضعيف قول ربنا معايا. رقم 3: اتحرك حتى لو خطوة صغيرة. العصاية ما بقتش حية إلا لما رماها. الناجحين مش ناس ما بيخافوش، دول ناس بيخافوا من جوه لكن رجليهم بتكمل المشي. القرار في ايدك، يا اما تفضل واقف مكانك وتندم بعد سنين، يا اما تتحرك دلوقتي وتعمل معجزة جديدة. فمتبقاش عبد لخوفك، خليك حر بإيمانك.